والاتنين اتفقوا يخلصوا منه، ولجأوا لحضرتك عشان هويدا عارفة اللي بينك وبينه، وعرضوا عليك الهبشة اللي هي. وكتاب الله المجيد الفلوس ما كانت غرضي، ده صنف يستاهل الحرق بجاز وسخ. انا كان غرضي اتستر على الولاية. سمعت الاسطوانة دي 10 مرات لحد دلوقتي. شاهمة قوي حضرتك. كانت فين الشهامة ديت لما كنت بتلبس واحدة بريئة حبل المشنقة؟ مش بنت ناس دي كمان؟ وأشرف من الاتنين اللي أجروك؟ ما قالوليش يا باشا، وكتاب الله ما قالوا لي كده. ده لان كلام الانسه هويدا ما دخلش دماغي. قالوا لي ما تخافش، هنجيب لك اللي يستاهل يشيل الحكايه كلها ويبعد عنك. يستاهل؟ يستاهل يعني ايه؟ يعني واحدة من نفس عينته ويمكن أوسخ كمان. بنت من بتوع الصالات والكباريهات إياه ماشية مع طوب الأرض، ومفيش واحد عرفته غير لما خربت بيته وخسرته فلوسه وضيعت منه ولاده ومراته. أعوذ بالله من غضب الله. هي البلد مش هتنضف من الأشكال دي بقى؟ طيب إزاي هتجيبوا البنت دي وتكعبلوها في الموضوع؟ ما هي يا سعدة هتموت بقى وتتعرف على فؤاد عوني ده، يعني عايزة بقى تبقى مطربة مشهورة وتوسع علاقاتها بقى، وانت فاهم بقى الحاجات اللي بتحصل دي، يعني مش اللي هقولك. ماشي بس أنا يعني انت مالكش دعوة بأي حاجة يا سعد، انت مالكش دعوة بأي حاجة يا حبيبي. احنا اللي هنعمل كل حاجة وهنفتح لك السكة على الجاهز. ويا سيدي يعني نفرض ان حصل اي حاجة الخطة باظت، انت مالكش دعوة. اقعد في اوضتك وما تنفذش حاجة، اتفقنا؟ ايوه افهم، بس ايه ترتيبكم بالظبط عشان اعرف اذا كان الكلام ده مضمون ولا لا. بص يا سعد، لازم تفهم كويس إن فرصتنا دلوقتي مش هتتعوض تاني، وخصوصا بعد ما فؤاد باع شقته وحط كل حاجته في الاستوديو. يعني أكيد هنلاقي حاجتي وحاجة أمنية في المكتب عنده. وبص بقى إيه اللي هيحصل. ايه؟ أمنية هتستغل أي فرصة وتاخد المحفظة بتاعتها من غير ما تحس. وحتى لو شهد اكتشفت إنها مش موجودة قبل ما تدخل لفؤاد، هتفتكر إنها نسيتها في البيت أو وقعت منها في العربية. وبعد شوية هتخترع أي حجة وتنزل بيهم الاستوديو، وتسيب طبعا شهد لوحدها معاه لحد ما فؤاد يخلص وادخلها له. بعد ما تسمع رنتها هتستناها في المدخل وتاخد منها المحفظة وتخليها معاك. وانا بعد ما ادخلها له في اخر السهرة هستأذن منه بحجة اني ماما تعبانة، وانا متأكدة طبعا انه ما هيصدق يمشيني، لان البنت زي القمر واكيد مش هيفوتها من تحت ايديه. وبعدين هستنى تحت في عربيتي. بمجرد ما شهد تخلص سهرتها وتنزل من عند البيت، وأمنية تعدي عليها بالعربية وتاخدها ويمشوا. انا اتبهدلت يا موني، اتبهدلت قوي. طيب ماشي. تطلع له على طول بأي حاجة حتى لو ما بعتلكش. أهم نقطة تاخد بالك منها إنك ما تلمسي أي حاجة وأنت داخل، وما تعملش اللي اتفقنا عليه بلا الجناح يا سعد. الجناح ده هو أأمن مكان تخلص فيه، مجهز ومكتوب وما بيطلعش أي صوت. يعني لو صرخ ولا صوت من هنا للصبح محدش هيسمع له صوت. وأول ما تخلص عليا سعد وتتصل بيا هكون عندك في ثواني، وناخد بقى حاجتنا ونمشي في هدوء. أيوة يا ست هويدا، كله تمام 100. خلاص. يا ولاد الكلب يا أوساخ. لا يا دكتور أرجوك، أنا عايزك تهدى كده وما يبانش عليك أي حاجة من اللي سمعته دلوقتي. أهدى إزاي يعني يا طارق بيه؟ أعمل إيه علشان أهدى؟ أتك على زرار في دماغي علشان يمسح كل البلاوي والقرف اللي أنا لسه سامعهم دلوقتي؟ يا ريت كان ربنا خلقني مكنة حديد أو حتة صفيح حتى، علشان لما حد يرزعني في الأرض ويصدمني بواقع منيل زي ده ما توجعش كل الوجع اللي أنا فيه دلوقتي. لا يا دكتور أرجوك، أنا جبت حضرتك هنا مخصوص عشان أفهمك اللي حصل، وتبدأ تمهد لشهد وتوصل لها الحكاية واحدة واحدة.
عشان ما تاخدش صدمة زي دي وهي لسه ما فاقتش. يا شهد، كتير عليك يا بنت اللي بيحصل ده، والله العظيم 3 حرام. مين ممكن يستحمل يشوف كل الظلم والغدر ده من الناس ويرجع تاني يعيش في وسطهم؟ وهو يعني في حد يقدر يداويها من الجرح ده غير أشطر جراح في مصر كلها؟ كلنا بنتعلم من أخطائنا يا دكتور، والضربة اللي ما تقسمش الظهر. لا يا طارق بيه، ظهر بنتي أرق من إنه ياخد ضربة زي دي ويطلع منها سليم. ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. إيه اللي حصل؟ النيابة قررت إخلاء سبيلك بدون ضمانات. وطارق بيه بيقولك مش عايزين نشوف وشك الحلو ده هنا تاني. بابا انت بتعيط؟ من التعب اللي وريتهولي يا بنت الرفا دي. انا اسفه يا بابا، علشان خاطري ما تزعلش مني. بس ايه ده انا بابتي طلع جامد قوي اخر حاجه. اخر حاجه ازاي يعني؟ مش فاهم. لا ده اكسبريشن كده، هبقى افهمهولك بعدين. تمام. المهم بس انا كنت عايزه اسالك على حاجه. هو انت كده خلاص ما تعرفش حاجه عن امنيه؟ الراجل ده يا حبيبتي ده راجل عبيط، ما حدش فاهم منه اي حاجه، عمال يجيب كلمه من هنا وكلمه من هناك ويهرتل. يهرتل؟ عمال يهيس. سليمان. المهم يعني طارق بيه ما قدرش يوصل منه لاي حاجه بخصوص صاحبتك. تصوري كمان ان المباحث اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا انه دخل الامراض العقليه قبل كده مرتين. مش معقول. شفتي يا ماما، مش انا قلت لك ان الراجل ده بيخرف؟ مش وقت الكلام ده يا حبيبتي. ايوه بالظبط يا حبيبتي، احنا مش عايزين نسبق الاحداث، خليها على الله. ونعم بالله. ايه ده؟ تاخدي شويه لب؟ لا ميرسي. ليه بس؟ ده جامد جدا، جامد اخر حاجه. لو سمحت، انا من حقي اعمل تليفون وابلغ مامي. حاضر يا روح مامي، هتعملي كل اللي نفسك فيه، ولازم يكون معايا محامي واحد بس. ده احنا هنجيب لك النقابه كلها. الله، الثلاثي المرح لسه هنا؟ ايه ما روحتوش ليه؟ انا مش مديلك مفتاح الشقه يا سامي؟ ايوه يا عمي، الكي بتاع الشقه معانا، بس هو بس الماب بتاع الطريق هي اللي مش معانا. فاتتني دي، صح عندك حق، هي فعلا دخلت البيت ملعبكه شويه. ولا يهمك يا دكتور. لا بس ما شاء الله ما شاء الله يا عمي، شهد كبرت وبقت موز. ما تتلمع يا حيوان انت هتعكس البت قدامي. لا مؤاخذه يا عمي. ازيك يا سامي، وزي مامتك وباباك. احنا متشكرين قوي على تعبك معانا يا حبيبي. لا والله ما فيش حاجه. يلا بقى يا سليمان. ايوه يا ستي حاضر، هنمشي. مستعجله على ايه؟ مش لما اعرفك الاول على الشيخ عكاشه دي موني؟ الدكتوره شاهين. ايه ده يا بابا؟ انت هم قابضين عليها ليه؟ انت مش قلت لي حضرتك ان شاهد لو سمحتي، مش عايزه ولا كلمه دلوقتي. يلا بينا يا سليمان بقى. لا استني يا ماما، استني يا ماما لو سمحت. موني انت ليك علاقه باللي حصل ده؟ الكلام اللي بيقوله الراجل بواب ده بجد يا موني؟ يا حبيبتي ما ينفعش كده، سيب الناس تشوف شغلها ولما يخلص التحقيق يا بابا انا لازم افهم، لازم اعرف مين السبب في اللي حصل لي ده كله والمرمطه دي. انا قلت مش دلوقتي يا شاهد، بكره نفهم كل حاجه. يا ماما عشان خاطري موني ردي عليا يا موني، انت ليك علاقه باللي حصل ده، ردي عليا يا ماما. انت مش عايزه تبص لي، مش عايزه ترد عليا. ايه اللي حاجه يا بيحصل ده؟ شاهد، تعالي.
كام يا سليمان؟ ارتفاع بسيط بس طبيعي متقلقيش. طب يعني ممكن نديها حاجة تانية؟ لا 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 مش عايز اديها اي حاجه، كفايه عليها المنوم اللي خدتها. احنا بس ممكن نرفع دماغها بس شويه كده عشان ما تصدعش. بصي يا سناء بقى، انت تسيبيها نايمه براحتها خالص، وعايزك اول ما تصحى تغسلي لها عودين كرات. كرات ايه يا سليمان؟ هنجيب الكرات منين؟ احنا هنا مش في الغيط. طيب خلاص اسف. اعملي لها ايس كركديه. حلو كده؟ هعمل لها كل حاجة في الدنيا والله، المهم انها رجعت لنا بالسلامة. اروح احضر العشاء هنا. يلا بسرعة. وانت كمان يا سليمان سيبها بقى عشان ما تقلقش، احنا ما صدقنا. الو، ازيك يا دكتورة صفاء؟ ايه الغيبة الطويلة دي؟ لا 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 لا، انت كده عاملة لي عجز كبير في النساء. حقك عليا يا شهد. انا اتاكدت دلوقتي ان انا السبب في كل اللي جرالك، بس والله يا بنتي انا زيك بالظبط، وعمري ما خدعتك في اي معنى جميل ربيتك عليه. انا صحيح كنت عارف ان الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش، بس ما كنتش اتخيل ابدا ان الصوره غامقه قوي للدرجه دي. صدمتك في اعز صديقه ليكي ما تقلش ابدا عن خيبه املي في الدنيا كلها. غصب عني والله يا فندم، اصل انا جوزي فضولي شويه، كل حاجه يسمعها مني ما يرتاحش غير لما يعرف تفاصيلها. لا غيرة ايه، الدكتور سليمان ما بيركزش في المعاني العاطفيه دي. يا ربنا يخليك يا فندم وميرسي على ذوقك. فعلا حصل، انا اتصلت بشاكر النهارده وبلغته الحمد لله ان المشكله انتهت. انا جاهزه تماما، ريدي اني تايم. اوكي فاين. طب تحب حضرتك نعمل كونفيرم قبلها ولا؟ طب استاذن حضرتك اكلمك كمان شويه. مع السلامه. رايح فين يا سليمان؟ رايح اتمشى شويه. تتمشى الساعه 2:30 بالليل؟ انت ما تعبتش من الجري اللي جريته يا راجل انت؟ اتعشى يا سليمان ونام لك كام ساعه، عندنا شغل كتير الصبح. يوه بقى، شغل شغل شغل. ايه يا شاهناز، كتير يعني عليا اشم نسمة هوا تنضف صدري من العفرة دي قبل ما ارجع احط الكمامة على وشي واتربط في الساقية تاني؟ مش معقول بقى كده. الله ساتر. اتق الله يا سليمان، انت لسه ساجد لله ومصلي الفجر. والله انا ما قلتش غير الحقيقه يا عم الشيخ. لما رب ابني على الخير والرحمه وحب الناس ابقى بجني عليه؟ ابقى بدمره كمان، واحط بنتي في قفص واحد مع ثعالب وديابه وعقارب وتعابين واقول لها حبي سامحي مدي ايدك للي يحتاجها، بصي على النقطة الحلوة المنورة اللي في قلوب الناس وغمضي عينيكي عن عيوبهم وعن بلاويهم، ارفعي روحك عن الوحل بالشعر والموسيقى والضحكة الصافية. أبقى بعمل فيها إيه يا عم الشيخ؟ أبقى بخدمها؟ ده مش كلام حضرتك يا دكتور، حضرتك عمرك ما شفت الناس بالعدسة المخيفة دي. يعني كنت أعمى يا فاطمة. الكام يوم اللي عدوا عليا دول كسروا العدسة الوردي اللي كنت حاططها على عينيا طول الوقت وخلوني أشوف الناس بالألوان الطبيعية. من اللي شفته أقول لك إيه بس ولا إيه؟ أقول لك على البت اللي جابها لنا مجدي علشان تشتغل البواب وتسجله كلمتين؟ ايه الشغلانة الفالصة دي؟ لا يا فنان سامحني، انا باظ، ماليش انا يا حبيبي في الشغل الطياري ده. انت مالك يا بنت، الشغلانه فالص ولا عيار 18؟ مالكيش فيه.
اللي يخصك يا ماما البرادس. ما هو كل برغوت على قد دمه، ولا ايه يا جميل؟ بقول لك ايه يا استاذ مجدي، يعني هتديني كام يعني في ال5 دقايق اللي هقفهم مع التحفه ده؟ اللهم طولك يا روح. اللي هتقولي عليه هتاخديه، بس انجزي بقى ولخصي في الحوار عشان مش فاضيين. يعني لو قلت باكو بقى هتاخديه حضرتك، هتاخديه. اتفضلي. ادي اهو النص مقدم. اتفضلي. حبيب قلبي. بقول لك ايه يا قمر انت، انا بقى عايزه احلل القرش الجامد ده. انا هديك رقمي وما تعوز تسمع. الله، شغل الحلنبوحه ابتدى. بقول لك ايه، راجل دكتور ومحترم. الله، وانا يعني اللي خارجه من رابعه ابتدائي؟ ايه ده، هو حضرتك معاكي شهاده؟ شهاده؟ ده انا معايا احلى شهاده. انا يا حبيبي بكالوريوس تربيه قسم تاريخ، بس الوزاره مش محتاجه تخصصي فشيلوني حصص التربيه الوطنيه. مدرسة أطفال بتربي كتاكيت في الوقت اللي لسه مشاعرهم رقيقة، في الوقت اللي لسه تقدري إنك تنقشي في دماغهم، وبتدي لهم إيه بقى؟ تربية وطنية. ولا الراجل الشهم العترة اللي أجر لنا البيت اللي في الصحراء والواجب اللي عمله معانا. ماليش صالح يا ابوي، تبيتوا في عمال، تعملوا دراسات على حجارة الجبل، تعملوا اللي تعملوه، ولكن أنا ما يلزمنيش ده كله واصل. أنا اللي يلزمني إنكم تدوني 10,000 جنيه ما ينقصوش مليم. تاني هيقول لي 10,000 جنيه؟ في يا عم صالح؟ يا عم صالح، ما احنا طول عمرنا بنصور عندك وانت ما بتاخدش المنتج اكتر من 5,000 جنيه. في يا عم صالح؟ ده تصوير يا فنان، يعني كاميرا ولمضتين، والله مع السر عليم. لكن انتم عايزين تهدوا وتبنوا. خلاص يا عم صالح، ماشي يا سيدي، احنا موافقين على 10,000 خلاص. اي بس انا ليا طلب عنديكم يا سيدي أؤمر. نعمل عقد موثق في الشهر العقاري. شهر عقاري؟ شهر عقاري يا عم الشيخ؟ شيخ اديك قلتها بخشمك اهو. انا يا جماعه شيخ مسجد بأم الناس، وقدرنا بقى انكم خدتوا المطرح بطريقه براني، يعني تخزنوا فيه حشيش، تخزنوا فيه سلاح، تجيبوا حريمات. ما انت قلت مالكش صالح. ماليش صالح يا ابوي، واعملوا اللي يلد عليكم، بس لا قدر الله بقى الحكومه كبست علينا، ماني هروح في الرجلين انا كماني وابص للناس وهي تبص عليا وتقول شيخ منافق بياكل حرام. يبقى ليا الحق بقى ان انا امن على نفسي واحافظ على سمعتي، ولا لا يا باشمهندس؟ ها، يبقى له حج ولا لا يا ست الدكتوره؟ يبقى له حج ولا لا يا عم الشيخ فرجاني؟ شفت يا عم الشيخ؟ شفت الصعايده وصلوا لحد فين؟ لا، وامام مسجد، امام مسجد. شفت الفلوس لما بتطلع دلوقتي وتتفرد على الترابيزه بتعمل ايه في الناس؟ يا راجل ده مفيش جنس مخلوق في النصابيه اللي عملناها دي كلها طلبنا منه اي حاجه وكلف خاطره انه يسالنا انتوا بتنيلوا ايه؟ بشويه ورق غبي تقدر النهارده تعمل اي مصيبه في اي حد. بس كده حضرتك بتحمل نفسك فوق طاقتها. وانا لسه قلت اي حاجه يا فاطمه؟ ده كل اللي شفته ده ما يجيش ربع اللي انا شفته في القسم ولا في النيابه يا عم الشيخ. مهرجان ومحدش يقدر يميز اي حاجه بتحصل خالص. مراتي تروح لاكبر مكاتب في البلد علشان تنقذ بنتي بالقانون، تتجرى يا حبيبتي وتترمي في الحبس، وانا لما الجا لنصاب ودجال وبنت ليل وشويه مرتزقه اطلع بنتي من الحبس، والنيابه تديني قرار الافراج مع الشكر والتحيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك ايه يا بلدين، مش ده مكتب رئيس النيابه؟ انت بتسال على مين يا راجل انت بالظبط؟ بسال على طارق بيه. طارق بيه في راحه النهارده. انت عايز تقول له ايه وانا ادين لك؟ عايز اقدم بلاغ. السلام عليكم. كرسي بس بعد اذنك. تا اهلا عفريتة هانم. بذمتك وانا راضيه ذمتك، ما وحشتكيش؟
وحشتني ايه الا وحشتني وبس، دي مش كفايه، ده انا ما بنامش الليل. انت عسل والنبي، قمر والله قمر. بقول لك ايه يا بت، انت ما تاخدينيش في دوكه وتعملي عليا الحبتين بتوعك دول. انا لسه مقابله امك على نصيه الشارع وبتشتكي لي منك لما احسها اتنبح. انت مش هتبطلي بقى شغل العيال ده وتتجوزي ونرتاح منك؟ هتجوز يا ستي وربنا لا اتجوز، ومستعده اتجوز اول راجل تجيبهولي دلوقتي حالا ويكتب عليا هنا قدامك. بس خلصي لي المصلحه دي الاول، ربنا يخلي لك مهند وتفرحي بيه يا رب. مصلحه ايه يا مجنونه انت كمان؟ قضيه فؤاد عوني. ما خلصت يا ماما ومسكوا اللي عملوها والمولد انفض خلاص. ايوه ما انا عرفت كل حاجه، هو انا يعني هخش عليكي بايدي فاضيه كده؟ ده انا معايا فضلة خيرك معلومات قد كده اهو. امال عايزاني في ايه بقى يا شاطره؟ تحابيش يا ست الكل يا جامد انت. هو في اكل بيتبلع من غير تحابيش؟ يعني اتمسك ازاي؟ اتقبض عليه ولا سلم نفسه؟ ايه اللي بينه وبين فؤاد عوني عشان يقتله؟ سرقه ولا خناقه ولا ايه بالظبط؟ انا عايزه افهم. حيلك رايحه فين؟ ومين اللي هيجيب لك ده كله؟ والقضيه لسه ما اتحلتش ولا نزلت جلسه. ايه هو في غيره يا باشا؟ حبيبك اللي شغال مع طارق بيه. لا انسي بقى يا حبيبتي، محمود عمره ما هيقول اي حاجه طول ما التحقيق شغال والملف كله في ايده. انت اسمك ايه بالكامل يا جدع انت؟ عربي عبد المحسن فهيم. عندك دليل على الكلام اللي انت كاتبه ده؟ اكيد طبعا، وانا عبيط عشان ابلغ عن حاجه زي دي ورا قوي كده. وايه الدليل بقى اللي معاك يا اخ عربي؟ لا يا باشا لا مؤاخذه، ما تزعلش مني، الكلام اللي عندي هقوله قدام الباشا رئيس النيابه. لا واعي يا عربي. ايوه يا ابني، مين اللي معايا؟ انا رئيس القلم الجنائي. وائل؟ ايوه يا وائل، قول لي هو طارق بيه الشاذلي موجود النهارده؟ في راحه. طب ما تعرفش مين السكرتير اللي شغال معاه؟ شكرا يا وائل، شكرا الف شكر، سلام. احلى شاي على ميه بيضاء يا استاذه. شكرا يا ريس. كده حسابنا كام بقى؟ واحد شاي اهو وفي 2 رومي. بتخلي عنك المره دي يا استاذه. يا عم وخلي ليه؟ شكرا يا عم. خلاص 5 جنيه. 5 كله على حساب صاحب المخان. كله على صاحب المخان. اوعى قلبها حن دي بقى ولا ايه؟ الو؟ ايه؟ ايوه يا سلوى. لا انا لسه تحت في المحكمه. طب بقول لك ايه، عايزاكي تطلعي دلوقتي حالا قبل ما اغير رايي، 5 دقايق بالظبط والاقيكي قدامي. عندي ليكي حته دين خبر، انما ايه قنبله. انت بتهرج يا محمود؟ مصحيني بعد 48 ساعه شغل عشان تقولي في شكوى اتقدمت لرئيس القلم؟ ما يزفتها عنده لغايه ما يعرضها عليا بكره. ايه؟ ناس مين اللي اجروه دول يا محمود؟ شريف رستم؟ هو بعينه يا فندم، اخو الدكتوره شاهيناز اللي ماسك لها شركه العاشر. عارفه صباح الخير، عارف وعارف شركته مقاوله كله. صباح الخير يا صبري. انا بس اللي عاوز افهمه انت ازاي وصلت للتفاصيل دي والراجل لسه مقدم البلاغ النهارده؟ ده سر الصنعه بقى يا استاذ، وبصراحه كده لازم احتفظ بيه لنفسي. بقول لك ايه يا عبير، مش وقت خفه ولا طفوه حات ابوكي. عشان اخد منك معلومه زي دي لازم الاول اعرف مصدرك ايه بالظبط. الجثه يا فندم. نعم؟ مصدري هو نفس الراجل اللي قدم البلاغ، عربي عبد المحسن فهيم. يعني ايه؟ انا اصلي اول ما عفقت الخبر العظيم ده استنيت صاحبنا لما خلص مع السكرتير ورئيس القلم، ونصبت له الفخ التمام وقفشته بسرعه قبل ما يخرج من المحكمه. بصراحه الراجل كان مؤمن جدا بدور الصحافه في المجتمع المدني، كعايل الحوار كله على تسجيل الموبايل، وابتسم ابتسامه عريضه. رحت هباجي 5 6 صور على كاميرا الموبايل برضه. اللي بالمناسبه يعني يا فندم، هو انا هفضل اشتغل بالموبايل الخردة ده كتير؟ انا قصدي يعني موبايل؟ ايه يا بنت الامان المتواضعه دي؟ ده انا هجيب لك احدث تكنولوجيا وصلت لجرايد مصر. مش كده وبس، ده انا هقعدك على اشيك مكتب في تحقيقات الجورنال. يا عبير انت يا بنت انت موهبه صحفيه شابه قادمه بسرعه الصاروخ. ميرسي جدا والله يا فندم، انا مكسوفه من الكلام الكبير قوي ده. لا ما تتكسفيش، ارفعي راسك لفوق. اصلك ما تعرفيش انت عملت ايه. بصي، اولا قصه عربي فهيم دي مش هتوصل لاي جورنال في مصر قبل ما النيابه تفحص الموضوع وتاخد قرارها، يعني بالميت كده قدامهم يومين. طب وثانيا؟ ثانيا بقى، لا ثانيا دي بقى تعرفيها لما تشوف الديسك هيعمل ايه في الشطه بتاعتك عشان يقدمها في اسخن طبق على سفره بكره ان شاء الله. هو بس في حاجه غريبه حصلت كده في السكه وانا مش قادره افسرها.
حاجه ايه؟ الكائن اللي اسمه عربي ده بعد ما خرج من المحكمه ووصل اول الشارع كان في عربيه جامده قوي مستنياه، فارهه فارهه؟ لا تتناسب اطلاقا وهيئته المقندله. دكتورة شاهناز، انت شخصية واعية جدا، فيري انتليجنت، ومش هتاخدي موقف من الضغوط اللي عملناها عليكي وقت زنقة بنتك. لا طبعا يا مستر نديم، الشغل ما فيهوش اعتذارات ومواقف شخصية والكلام الرومانسي ده. احنا عارفين قدراتك كويس قوي يا دكتورة، وكنا متأكدين انك هتحل المشكلة التافهة دي بضوفر رجلك الصغير. ميرسي يا مستر نديم على الثقة الجميلة دي، بس هي المشكلة ما كانتش تافهة قوي للدرجة دي. اوه، انت شكلك anyway أنا عارفة طبعا إن الدقيقة من وقت سعادتك بتساوي كتير قوي، فبلاش نضيعها في كلام لا هيودي ولا هيجيب. فيري جود. تحب اقول اللي عندي الاول ولا ديس فيرست؟ لا طبعا ليديز فيرست، ده أنت ملك الاتيكيت. اوكي، جو اهيد. أنا مش هقدر أسافر كاليفورنيا بناء على الاتفاق القديم. يعني يعني وصلتني معلومة بتقول إن الجروب اللي هيستقبلوني هناك فيهم شخصية اسمها مايكل روبن. يس، وات از ذا ديفرنت؟ لا، الاختلاف انت عارفه كويس قوي يا مستر نديم، وانا هسيبك تحسبها براحتك، لاني عارفة انك لما هتعيد حساباتك هتلاقي ان الديل بالشكل ده مش فير ابدا بالنسبة لي. حتى لو عدت حساباتي وصلت لنفس النتيجة. انت ناسية ان انا مش الطرف الوحيد في الاتفاق ده يا دكتورة؟ لا بس انت لغة التفاهم الوحيدة اللي بيني وبينهم يا مستر نديم، وبصراحة بقى انا بثق فيك جدا ومتأكدة انك هتقدر تحل مشكلة تافهة زي دي بضفر رجلك الصغير. لا جامدة، ملعوبة، لا بجد ملعوبة حلوة قوي قوي. انت طبعا عارفة طبعي انا ما بعرفش اتكلم في اي عملية جديدة غير وانا باكل. تحبي تاكلي ايه؟ ايه يا ابني الشغل السكة ده؟ فين البصل؟ لا مؤاخذة يا دكتور، طب والله ما خدت بالي، عينيا. وقت رغيف طارق، ايه يا حمادة؟ حبيبي يا دكتور، حبيبي، عينيا، حاضر. اطلع لي يا ابني بصلايه. والله احنا منت والله، ثانية واحدة بس. برايفت؟ تفتكر مين البرايفت نمبر ده يا اخ حماده؟ والله انا ما اعرف حاجة، بس اكيد اتصل بحضرتك، يبقى اكيد راجل مهم وبرايفس. والله لا، هو كمان بيشكر فيك اهو حبيبي. نقول له بقى. ايوه انا سليمان. مين معايا؟ مع سيادتك احمد حسين، مدير مكتب وزير الصحه. ثانيه واحده يا فندم. شوف يا دكتور وفيق، انا بفكر ان انت حضرتك تمسك مكتب مع الدم. سيادتك دكتور سليمان العريني يا فندم. اهلا يا سليمان، ازيك؟ انت ايه حكايتك يا جدع انت؟ عامل فيها عبقري الالفيه الثالثه ومش عايز تقابل الوزير بتاعك؟ ده كلام برضه معاليك، ده كلام، ده انا يكون لي عظيم الشرف طبعا. ما حدش بس والله قال لي ان حضرتك رجعت من برلين. باكل يا فندم، اتفضل معايا. ابدا نفسي هفتني على لحم غزال بصوص الباربيكيو. طب يا سيدي بالهنا والشفا. المهم انت فين دلوقتي؟ منتجع سياحي؟ ده في القاهرة ولا فين بالظبط؟ امال ايه الدوشة اللي جنبك دي؟ لا حضرتك دول في جماعة من بتوع السينما بيصوروا فيلم عن تدهور الوسط الشعبي وانتشار العشوائيات. طيب اسمعني انت كويس يا سليمان، عشان انا مش عارف اسمعك من الدوشة اللي حواليك. امين بيه عزام عامل حفلة كبيرة في الفيلا بتاعته على شرفك يا سيدي. وايه اللي بمناسبة ايه؟ بمناسبة انه خف وقام بالسلامة على ايدين سعادتك، وبمناسبة براءة بنتك من المصيبة اللي كانت فيها.
في كلتا الحالتين انت بطل الحفلة دي يا سليمان. يعني ما ينفعش تعتذر ولا تتأخر ولا تختفي زي عوايدة. الحفلة دي مهمة وهيبقى فيها شخصيات عامة من أهم الشخصيات في الدولة. أرجوك يا سليمان بلاش الحركات بتاعتك دي. اوعى تختفي هنا ولا هنا. ما تصغرش نفسك وتصغر مراتك معاك. يعزمك فين؟ هو الراجل طايلك؟ ده بقاله 3 ساعات بيتصل بيك وسيادتك ما بتردش. رد؟ طب الحمد لله. مش عارفة أشكر معاليك إزاي والله يا فندم. بس سيادتك ضيعت من وقتك كتير قوي، وأنا أكدت لمعاليك إن كده كده هوصل له. مفيش مشكلة يا فندم. ربنا يخلي سيادتك لينا يا معالي الوزير. طبعا طبعا إن شاء الله بكرة الساعة 8 مساء بإذن الله. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. صباح الخير يا ست شهد. عايزه ايه يا نوسه؟ عايزه سلامتك يا ست الكل، والنبي انت منوره الجنينه والشجر والورد نوسه والدنيا. انا مش طايقه اسمع صوت بني ادمين، معلش. طب انا اسفه، حقك عليا. ولا يهمك. هو بس الدكتور جه الصبح عشان يطمن على حضرتك، لقاكي لسه نايمه، فساب لي الظرف ده واكد عليا اديهولك اول ما تصحي. لو عوزتي اي حاجه من جوه اديني مزد بس، هتلاقيني قدامك على طول. ماشي يا نوسه، شكرا. ايه يا بنت النوم ده كله؟ بتعوضي الليالي السوداء اللي قضيتيها في الحبس يا سوابق يا رد السجون؟ اصحي بقى ما يبقاش دمك تقيل، وما تفتريش قوي في الفطار عشان انا عازمك بالليل على حته اكله هتنسيكي الدنيا كلها. اوعي تروحي كده ولا كده، انا هاخد المستشفى عليكي على طول، واحتمال بعد ما تاكلي العزومه دي ترجعي معايا المستشفى تاني نعمل لك غسيل معده وشويه تحاليل. ايه ده؟ مش ممكن. مالك يا بنت، في ايه؟ هي كيمياء؟ ضحت الجدول ولا راح ولا جه؟ ما هو لا بيروح ولا بيجي ولا عايز يتظبط من الصبح يا رندا. نقول سيدة هتاخد شيفت الخميس بالليل، تقولك لا خليني السبت الصبح عشان فرح اختي. نحط بدلها فاروق، يقولك انا واخد الاسبوع اللي فات كله طوارئ وعناية. رندا. دكتورة سهاد؟ عايزاكي في حاجة ثواني. ازيك يا نهى؟ الحمد لله. ازيك يا دكتورة؟ خير يا دكتورة، في ايه اللي حصل؟ قولي لي، ما تعرفيش دكتور سليمان جاي المستشفى امتى؟ دكتور سليمان؟ انا سمعت من داليا انه المفروض جاي النهارده اكيد. عنده حالات كتير ما مرش عليها من اسبوع. طب في ايه بس؟ مالك؟ طمنيني. رندا، انا عارفه انك اكتر واحده في المستشفى قريبه منه، يا تديني رقمه يا تكلمهولي دلوقتي حالا. ايه يا صافي؟ كل ده نص ساعة؟ المهم عملتي ايه؟ طب هايل، كويس قوي. هو جنبك دلوقتي؟ طب ادوني اكلمه. ايوه عربي. كويس انك انت ما رحتش النيابه النهارده. حظك من السما. حظ ايه بقى يا باشا؟ ده انا طلعت فقر قوي ونحس كمان. امال ايه سعادتك؟ ما كده السبوبه طارت والارنب اتحرق في غمضه عين. الا بالمناسبه بقى يا باشا، بالنسبه يعني للعربون اللي انا خدته من سعادتك، طار هو كمان ولا ايه؟ لا يا عربي، حلال عليك. طبعا، امال انت فاكر ايه؟ انت طلعت جدع معايا وانا لازم اقدرك. تسلم يا غالي، متشكر جدا. مع السلامه. شريف، انت اهبل ولا شكلك كده؟ وليه بقى الغلط ده يا شاهي؟ 200,000 جنيه حلال عليه عشان يتكلم معاك كلمتين وكمان ملحقش يكمل المطلوب؟ طبعا. هو خدهم وخلع ولا احنا اللي قلنا له ستوب ما تكملش؟ ده بيزنس يا شاهي، وانتي بيزنس وومن قديمه وعارفه اصول اللعبه كويس. عربنت على مشروع وسحبت ايدي منه، يبقى اللي اندفع مش بتاعي
وماليش في مليم. شاطر. طبعا شاطر. وانا الوحيد اللي كنت هخلصك من المصيبه دي في 24 ساعه، لولا بقى ان القدر سبقني وما ادانيش فرصه ابين لك شطارتي واحملك دين تشيلي العمر كله. معلش يا حبيبي، متعوضة واضحنا فيها. وريني بقى شطارتك في اللي جاي. اللي جاي؟ هو ايه اللي جاي؟ انا احتمال اسافر امريكا قريب، وعاوزاك بقى تفوق لي شويه كده عشان سعادتك هتشيل مكاني في المستشفى ومركز الاشعه.